عشاق الأرجيلة، معقول نسيتكن؟ اليوم بدي أحكيكن عن صاحبي، وبلش بجملتي المشهورة يلي كل ما بحكي معه بقول له إياها: يعدمني إياك إلهي. عندي صديقي أول ما بيصحى من النوم لسه مخه ما بيكون شغال، أول ما بيفتح عيونه هيك مخه بيعطيه إشارة: وين الأرجيلة؟ انت بتتكلم جد؟ هوب بيقوم على المطبخ، بدل ما يجهز القهوة بيجهز الأرجيلة. لك ابني لسه الرئة في صدرك نايمة، ارحمها. بيطلع فيني بيقول لي: انت شو فهمك؟ الأرجيل الصبح مع معسل تفاحتين دمار. ما هو دمار يا حمار، دمار لرئتك وصحتك. فبيعطيني العبارة اللي هي: لك إيه، ما حدا بيموت وهو ناقص عمر. معي حق لما بقول له يعدمني اياك الهي، ولا ما معي حق؟ ومره في موقف صار معنا كنت بدي اكسر الارجيله في راسه لو ماسكه، رح شاركها معكم. يا امه محمد، في حدا بيجيب معه ارجيله على ملعب كره القدم؟ وحياه النعمه سواها. جاب الارجيله معه وهجم علينا فريق الخصم، وانا عم طلع رفيقي وينه؟ الاقيه قاعد على خط التماس عم ياخذ سحبه. الله يوفقك إلهي، الله يوفقك. تركت اللعبه وصرت الحقه وهو ركض وهرب. علي الحلال لو مسكك هداك اليوم لا حط خرطوم الارجيله في اذنك واخليك تارجل. شلون ما بعرف. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.